أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل يا ريت تبعتوها لنا تحت في صندوق التعليقات أو على صفحتنا على فيسبوك، وبإذن الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. اسمحي لي أبدأ في مشكلتي على طول. أنا عندي 38 سنة، حرفيا ما شفتش فيهم يوم حلو. فاكرة شريط حياتي من 5 سنين. طول عمري كنت تحت رجل أهلي بالرغم إني مش أنا الكبيرة. إحنا 7 بنات وولد، وعمري ما قدرت اقول لا على اي حاجه. كنت بخاف. اخواتي من واحنا صغيرين ما كانوش بيحبوني، دايما كانوا بيلعبوا مع بعض وانا لا، والسبب خليكي جنب بابا وماما، مش انتي عاوزه تطلعي نفسك احسن مننا. وده ما كانش حقيقي، ده كان حب البابا وماما وخوف في نفس الوقت. لدرجه ان بابا وانا في اولى اعدادي خلاني اسيب الدراسه، وخفت اتكلم واقول له ليه. كان السبب علشان يوفر تكاليف تعليمي، لان ساعتها كنا بنمر بضائقه ماليه يعني. وانا في سن 18 سنه جوزني غصب عني لشخص اكبر مني ب 18 سنه. من اول يوم جواز ضرب واهانه. كنت بجيلهم جسمي كله ازرق، والسبب ان بابا فتره الخطوبه باع الشبكه، وكان مستلف منه كمان مبلغ وما كانش قادر يرجعه. فخلاص تمت الجوازه. شفت مرار وعشت واستحملت، لدرجه ان بعد جوازي بشهرين اتصلوا وقالوا لي تعالي علشان تجلدي لاخوكي الصغير الكتب. ورحت، ويومها جوزي ضربني واجهدت من الضرب. معتمدين عليا اعتماد كلي لدرجه الاتكال، واصبح حق مكتسب. انا في بلد ارياف وهم في القاهره. كان اللي بيجيله برد اجري اروح اشوف ماله، مسافه 6 ساعات في الطريق. عمر ما حد فيهم رضا يجي يزورني ولو مره واحده. ولما اقول اهل جوزي طب وشكلي قدامهم، يقولوا لي انتي اخف، اخطفي رجلك وتعالي. كنت بعمل كده فعلا علشان بحبهم ونفسي يحبوني. انا اللي جوزت اخواتي البنات وفرشت لهم شقتهم لوحدي. اقسم بالله ما حد كان معايا. كنت بطولي غير جهازهم اللي كنت بلف عشان اشتريه ويبقوا معايا مثلا وما يشيلوش حاجه، وانا اللي اشيل. واللي تولد فيهم اسيب بيتي وولادي واقعد بالشهر اخدمها. ولما اجي امشي يبقى انا كده مقصره. ازاي امشي بعد شهر؟ يعني من الاخر ده استعباد. وكنت برضو ما بقولش حاجه علشان يحبوني. كنت بشتري حبهم بصحتي ووقتي ووقت ولادي ومراعيتهم. بابا فرق بيني وبينهم جامد. علم البنات كلها وحتى الولد اتعلم وانا لا. جهز البنات جهاز الكل بيتحاكى بيه وانا برضو لا. جوزي خدني بالفستان اللي عليا، وعلشان كده بيبيع ويشتري فيا. كل ده مش مهم. انا اللي قاتلني بقى اللي جاي. مرت السنين وبابا تعب ومحدش فيهم رضا يخدمه. كنت انا اللي باجي من البلد واجري بيه على المستشفيات، خدمة في البيت وخدمة في المستشفى. وجري كنت ادخله العناية المركزة، يفوق واخرجه وارجع البلد تاني، يرجع يتعب وارجع تاني، وهكذا. اقسم بالله كان في اخ من اخواتي بيبقى نايم في البيت ويقول لي ابقى اتصلي عرفيني عملتي ايه. والباقيين البنات بيتزوقوا ويجوا على ميعاد الزياره، وماما تطلب لهم اوبر مكيف، وانا اروح لوحدي مواصلات وارجع كمان مواصلات. عادي، انت عاقله وتستحملي وتقفي جنب امك. لحد ما بابا اتجوز واحده تانية وماما قالت يا يمشي هو عندها لا امشي انا، وقرار الاغلبيه مشي. وللاسف بابا مات عندها في الشقه. بعد ما بابا توفى رحت انا واتنين اخواتي، واخي معايا راجل، وابني في 6 ابتدائي، واختي اصغر مني علشان نلم حاجته بعد الوفاة ب10 ايام. مفتاح الشقة كان مع زوجته. واحنا لما عرفنا بالوفاة رحنا، كنا اخر ناس توصل. لمينا الحاجة وسلمنا المفتاح لصاحب البيت ورجعنا. لقيت المعاملة بقت اسوأ من الكل، حتى ماما مش طايقاني. نسيت اقول لكم ان انا في فترة مرض بابا قلت لجوزي انا لازم انقل القاهرة عشان اكون جنب بابا. ونقلت بعد مشاكل كتير جدا، وطلقني وقال لي انت خدامة لاهلك. نرجع معلش لل40 بقى بتاع بابا. لقيت اخواتي بيقولوا لي ابوكي جالنا في المنام وقال لنا انك سرقتي الفلوس اللي كانت في الشقه وانتي بتلمي الحاجه، وطردوني من البيت. قلت لهم يا مسلمين فلوس ايه وحلم ايه؟ والله العظيم ده ما حصل ولا اخدت حاجه. يقولوا لي لا المنام ما بيكذبش. قلت لامي انت راضيه على الكلام ده؟ ما ردتش، فضلت ساكته. قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل. بعدها تعبت نفسيا، عياط ولطم، وبقيت اكلم نفسي حرفيا، وولادي خايفين مني لاتجنن، واحنا عايشين لوحدنا ومحدش بيسأل فينا. عملت محاولات كتير على مدار سنتين علشان بس اكلم امي في الموبايل، كانت بترفض وتقولي لا ما تجيش وتتصلي، انا هبقى اشوف كده ظروفي واكلمك. عمرها ما اتصلت بيا، لحد ما مرة اتصلت وقالت لي راضي اخواتك. لحد النهاردة رحت لهم تاني وحلفت على القرآن ان انا ما سرقتش حاجة، وان انتوا لو فعلا حلمتوا فده الحلم مش شيطان. يقولوا لا الحلم ما بيكذبش. طب ابني يقول لهم الحل ايه؟ طيب انتوا مش عايزين تحلوا المشكله. يرد اخويا يقول له الحل انها تعترف بالحقيقه وتقول ايوه انا اللي خدت الفلوس. والاجتماع ده كان بعد 4 سنين من المشكله، علشان انا حاولت اجي كتير ما كانوش حتى بيرضوا يفتحوا لي الباب. فتحوا لي المره دي علشان كلمت طليقي يجي معايا وجه، بصراحه كتر خيره. قلت لهم انا بعد عمري اللي راح عليكم وسنين تربيتي ليكوا وخدمتي تطلعوني حراميه؟ طب لو انا سرقت كان بان عليا، انا مش عايشه مش عارفه
حلقات تاكل ولادي، يقولوا لي عرينا بقى، ابوكي مش هيجي في الحلم يتبلى عليكي. اقسم بالله العظيم انا ما اخدت حاجه وما بنامش بالايام، كلامهم بيتردد في دماغي، حاسه اني هتجنن يا هموت. انا اهملت في ولادي ومرضت من القهر. اخر كلام بيني وبينهم بعد كلام ابني كان حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يجيب لي حقي ويظهر الحقيقه، وهتندموا ساعتها لاني هكون مش قادره اسامح. قالوا لي روحي روحي، مفيش منه فايده الكلام والشويتين دول. انا عارفه اني طولت رغم اني ما حكيتش حاجات كتير، بس حد يقول لي اعمل ايه؟ هو فعلا ممكن المتوفي يجي يقول حاجه كذب، ولا ده حلم من الشيطان، ولا هما ما حلموش حاجه اصلا؟ لصاحبة المشكلة: لو دي كل التفاصيل ومفيش اي مبالغة، فانت عندك مشكلة كبيرة، مشكلة حقيقية. انت كده بتحبي ان الناس تهينك وتفضلي دايما في دور الضحية. لازم تروحي لطبيب نفسي فورا وهو يقيم حالتك، ولو محتاجة علاج سلوكي، لانك كده بتجني على ولادك. ارجوكي فوقي لحياتك ولولادك، وصلحي مع طليقك وحاولي ترجعي له. وبعدين منين باباكي مديون لجوزك وما رجعلوش الفلوس؟ ومنين جهز اخواتك احسن جهاز؟ وطليقك على فكرة مش وحش، ممكن يكون انا يعني هو انفصل لانه مثلا فاض بيه. اصل مين يقبل ان مراته تسيبه بالشهر عشان تخدم اخواتها اللي والدين؟ ومين زوج يقبل ان مراته تنزل تجهز اخواتها وتشتري لهم بالشهور؟ هو مش في حساباتها اصلا. ومنين اخواتك مش بيحبوكي ومنين بيخلوكي تشتري ليهم؟ هو في جزء كبير ناقص في القصه، لانه مستحيل تكوني طول الوقت بتدي ويكون في كم الجحود ده برضه طول الوقت. وبعدين هل من المنطق ان كلهم حلموا نفس الحلم في نفس الوقت؟ يعني انا حاسه انه في جزء كبير جدا ناقص من القصه. اتمنى انك تحاولي تبعتي لنا تاني باقي التفاصيل، يمكن نقدر نساعدك. وفي النهايه بتمنى لك حياه سعيده.